المغرب فاز على البرازيل لأقل من 20 سنة في كأس العالم. المنتخب المغربي أصبح أقوى منتخب في إفريقيا بل عالميا بعد فوزه على البرازيل. المنتخب المغربي فاز على المنتخب البرازيلي، أنهى أموره سريعا في مواجهة المنتخب البرازيلي بعد أن هزمه المنتخب المغربي الذي تأهل أولا. المنتخب المغربي المرشح الأول لحد الآن للتتويج باللقب، يصعد في المستوى شيئا فشيئا ويريد تكرار إنجاز 2018 بالوصول إلى الدور النهائي. المنتخب المغربي ظهرنا في كل مبارياته. المغرب هو الذي حقق الاستثناء. المنتخب المغربي بقى صامدا مع المدرب، اعتقد انها مفاجاه. مروك توب عندهم ان ديفونسور اللي انا عجبني بالبزاف، لارير لاتيرال تاع المغرب والو هما كاع ملاح. من لارير لاتيرال تاع المغرب استخدم الناس استخدم وحنا كيف علاش وعلاش يا ولدي نحيونا قاعد الناس البريكول برون دو لارجون سي تو خالصين ويديو في دراهم. المغرب ارفعوا رؤوسكم وافتخروا بانفسكم. الناس هاي تخدم، الناس عندهم منشآت. صح. احنا في الجزائر عم بالو مروح وديكم دافريك. المنتخب المغربي منتخب حقيقة قوي، ثلاث خطوط تاعهم متكاملة. المدرب يعني عرف كيفاش يخلق الروح تاع التنافس. نهنيو المنتخب المغربي على التأهل تاعو نهائي. لما تشوف المقابلات تاعو نقول ما سي با سين سيربريز، هذا كله عمل اللي قاموا به. نتمنوا له ايضا يمشي بعيد في المنافسه هذه، لان حقيقه انه يقدم في عروض لا باس بها. المنتخب المغربي المنتخب قوي، عنده لاعبين، عنده انا نقول عنده مدرب ايضا محنك. عنده مدرب محنك وعنده ثاني لاعبين، عنده مان جروب تريز اورغانيزي تاكتيكمون، تحس بلي كاين مدرب تنظيم تاكتيكمون اي سون اكسيلون، عندهم ان انجاجمون فيزيك عجب. المنتخب المغربي فاز على البرازيل سالات الحفل. المنتخب المغربي اقل من 20 سنه اكثر من رائعه مع البرازيل، مقابله عالميه، مقابله رائعه والله القسم. الا شفتها قد نشوف هاك ولكن في التالي كملت هاك. بصح استمتعت بالمنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، استمتعت كره والله. زيد الشوط الاول المنتخب المغربي واخا. المهم نحكيو على الشوط الاول والشوط الثاني، خليونا بالضوء من بعد نوليو للضوء. الشوط الثاني المنتخب المغربي دخلوا بتكتيك عالمي، يعني 3-5-2. فرضوا الايقاع ديالهم، ضغطوا عليهم، جاتو فرصه باش يسجل في الدقائق الاولى راطاها ما عرفش كيفاش يا اما يعطيها للبقراوي صاحبه ولا كان يرميها فوق الحارس من الديبار قبل ما يزيد عنده. المهم ما عليناش، مقابله رائعه. فوز تخيل انت تربح واحد بطل اولمبياد عنده ميداليه ذهبيه، هو المنتخب البرازيلي، وطرماده من اللاعبين، ويعني فنيات رائعه. ولكن وخاصك سته ديال لي جوار، يا رب العالي وتربحهم، يعني ماشي سهله. راه خصكم تفتخروا بهاد اللعبه اللي عندكم تبارك الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله. وبهاد الجميع اللي راه تخدم، يعني الناس راه تخدم على المدى البعيد. تخيل انت تلعب مع البرازيل بالاولمبي وغدوه تلعب مع البرازيل بالاوفا وتلعب يعني تحتكم مدارس يعني اللي رائده في العالم. يعني البرازيل ماشي فريق مستهان يعني، وتلعب معاه حبه والتكتيك، وتلعب معاه البريسينغ، تلعب معاه باي طرق تلعبتهم معاه. الشرعيه انا خلعتني اليوم، انا الشرعيه ها انت راني عطيتك واحد النقطه، راني من توصل 3 نقول لك راك وليت احسن مدرب، يعني غير شويه بشويه. هذه النقطه الاولى. الا ربحت عاود البرازيل نزيد لك النقطه الزوجه وهي غادي. المهم واللي خلاني عاود بن عروش الحارس. واش كاس افريقيا هذا واش هذا هو اللي كان داير في كاس افريقيا؟ اليوم ادى مقابله رائعه هذا بالعروش، والله الا خلاني بالعروش اليوم، والله العظيم الا ادى مقابله رائعه. ما كانش خايف، كان مركز ما شاء الله عليه. هكذا بعدا شويه نفضل على روح الغبره، ولكن يمكن ملي كان تبليسا وكان ولا من البليسور في كاس افريقيا كان تالف، ولكن الحمد لله يعني ما شاء الله عليه تبارك الله. شادي رياض عاود بوكاميرا احسن مدافع طالع هو شادي رياض. تا شادي رياض راه يتلصين، بصح بوكاميرا شتو الوقفه ديالو ويقلع لك لي بال من ما. والمهم لعلك ترضى. هذاك عاود لي سجل الهدف كي داير له طراك استعرف به. شكون اخر؟ حرايفي، يعني حرايفي هذاك مسكين، هذاك كيشطه هذاك والله الا حتى هو حرايفي، غير ما ساعداتوش اليوم. واش ما نعرفش الكره كانت ثقيله عليه ولا هو كان ثقيل على الكره، بصح والله ما ساعداتو. حرايفي ديال سلعاب غادي يلعب في الهافر والسهله ولعاب، يعني ماشي انا نضحكوا والله لا لعب الى حرايفي. كاين الحرايفيه وتدور لها على يمين يا مال، خليه يختار اسبانيا على روحه. عندك جواهر، انت تربح البرازيل تدور على واحد عاد باغي يبدا مع اسبانيا والمغرب داق اسبانيا، يعني والله العظيم الا عندك كاين الحريفي ما شاء الله. حريفيه ديال الصح،
يعني انت من تدق البرازيل وتزيد الماتش زوج لغايه اللي تلعبوا معاه نهار الاثنين، لو كان تربحها عاود تبات فيها، يعني تربحها دو ماتش راه ألف مليار مبروك للمنتخب المغربي اللي بسم الله ما شاء الله أبدع وتألق وقدر يفوز على أسبانيا، ومش أسبانيا وبس، لا ده قدر يفوز على البرازيل اللي يعني عايز أقول لك اللي خلاها النهاردة برازيل كانت بتبكي، النهاردة برازيل كانت بتنهار، النهاردة برازيل واسبانيا واي فرقه ما تقدرش تسد مع المنتخب المغربي النهارده. لا المنتخب المغربي حاجه تانية. المنتخب المغربي يعني عايز اقول لك ان هو دلوقتي رقم واحد عالميا. ما بقاش فيه بقى رقم ستة وسبعة والكلام ده المنتخب المغربي. لا المنتخب المغربي دلوقتي حاليا عالميا الاول. اما يفوز على اسبانيا ويفوز على البرازيل، يعني بيقول لهم من الاخر كده انا جاي عشان اخد كاس العالم، بس يا ريت يا ريت ما يبقاش فيه كولسة. طبعا يعني حاجة عظيمة جدا 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 لما نتفرج ونشوف المغرب ونشوف تقدمها في ان هي تفوز على منتخبات زي المنتخبات ديت. مش داخلين البطولة زي خيبتها، مش داخلين البطولة ان هما يعني يلعبوا ولو خسروا يبقى احنا كده اسمنا دخلنا كاس العالم. لا لا خالص. المنتخب المغربي ما شاء الله عليه يعني فخور بيه جدا، فخور بيه جدا 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 ما شاء الله. اداء ولعب ومهارة. يا جماعة انتم متخيلين، انتم مستوعبين المنتخب المغربي، المنتخب المغربي موروكو 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 موروكو، مليون مبروك لموروكو. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. يعني اديتوا وعملتوا المستحيل بصراحة. يعني شابوه. الواحد يعني مبسوط جدا 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 بالاداء الرائع اللي انتوا عملتوه. انتوا فخر لينا، انتوا فخر للعرب كلهم، انتوا فخر لافريقيا كلها، انتوا فخر للعالم كله. طبعا الاعلام الجزائري مش عارف، مش تحس ان هو ماشي مع الموجة. المنتخب المغربي فاز على منتخب البرازيل. طب ما انت من قبلها بساعة ولا بساعتين كنت بتقول ان منتخب المغرب هيخسر من منتخب البرازيل. في تناقض غير طبيعي، في كلام ما اعرفش يعني الناس ديت اتجننت خلاص. الاعلام الجزائري اتجنن حرفيا، اتجنن من اللي بيعملوا المغاربة واللي بيعملوه المغاربة. ما شاء الله مدرب ممتاز جدا 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 مع المنتخب المغربي للشباب. هم دول شباب المغرب، هم دول منتخب المغرب اللي تقدر تقول عليه منتخب جبار، تقدر تقول عليه منتخب كبير، تقدر تقول عليه منتخب يعني يقهر اي منتخب قدامك. يعني بصراحة انا يعني مترقب المباراة وقلقان ان منتخب المغرب يعني يخسر في المباراة ديت، علشان ما يشمتش فينا الاعلام الجزائري، ما يشمتش فينا كلام الاعلام الجزائري. بس سبحان الله الاعلام الجزائري انا واخدها قاعدة كده. انت كاعلام جزائري بتطلع تتكلم وتقول ان المغرب هتخسر، يقوم المغرب ما شاء الله يكسبوا. يقول لك المغرب هتخسر امام مثلا اسبانيا، المغرب يكسب. المغرب هتخسر امام مش عارف البرازيل، المغرب ما شاء الله يكسب. فربنا يعني يبقى مع المغرب على طول، وان شاء الله يكون في يعني في عونهم ان شاء الله. وخلاص المشوار قرب بإذن الله، وإن شاء الله التقدم بإذن الله للمغرب في القادم، وإن شاء الله نشوف المنتخب المغربي يتوج بكأس
العالم، مش كأس افريقيا. لا افريقيا ده كده باسبوعي، لكن كأس العالم ان شاء الله برضه باسبوعي. اتفرج على الفيديو الاخر وشاهد. عايز الفيديو ده يوصل لجميع البلاد العربية والافريقية والعالم. السلام عليكم ورحمة الله.